بابا صراحة كده بقى احنا عايزين نروح مصيف، بس انا معيش فلوس. نعم، طلع مصيف مع مين؟ ان شاء الله مع صحابك. المصيف ده بكام؟ بص يا بابا، الصراحة المصيف ده تمنه 8000 جنيه. عشان خاطري يا بابا وديني، انا عايز اروح اطلع مصيف مع اصحابي. كام؟ لا 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 لا, لا مش دافع انا. ايه 8000 جنيه؟ ليه؟ راح مصيف في دهب؟ ايه هتاكل اكل دهب؟ ما احنا عندنا بانيو، استحمى في بانيو عادي، بلبط كأنك في مصيف. الله، بانيو ايه يا بابا بس اللي استحمى فيه؟ انت عايز استحمى في بانيو؟ لا، انا عايز اطلع معاهم. مش معنى هم يطلعوا هم احسن مني. الكلام مع مامتك، ها، مش معايا انا. روح قول لمامتك بابا مش عايز يديني فلوس 8000 جنيه. قول لها يمكن تديك، بس حاول تضحك عليها يعني عشان تديك. انا مش دافع 8000 جنيه، انسى. يا بابا ماما مش هترضى. يا بابا ليه كده بس؟ انا كنت عايز اطلع معاهم. شكرا يا بابا. يوه، ده ايه الاب البخيل ده؟ مش عايز يدفع فلوس خالص. لما اكلم احمد صاحبي اقول له على اللي حصل ده. الو، ايه ده؟ التليفون بيرن. يوسف؟ ايه ده؟ في حاجه ولا ايه؟ الو، يوسف، انا مش عارف هطلع معاكم من المصيف ازاي. ابويا مش راضي يديني فلوس 8000 جنيه. ولا اعمل ايه دلوقتي؟ اصل دي رحله ما تتنسيش، مصيف وكمان 5 ايام. انا لازم اشوف حل، انا لازم اروح معاكم. قول لي انت دفعت الفلوس؟ يا ابني انا حجزت من بدري، دفعت ال 8000 جنيه لان انا معايا فيزا. بص حاول تشوف حل عشان المصيف بكره. يلا سلام. يا غلبان اللي اسمه يوسف ده، بس انا مش هعرف اساعده. طيب سلام. ياه، وبعدين ده ابن المحظوظ ده دفع 8000 جنيه. جابهم منين الفلوس وانا هنا مش معايا فلوس، مش عارف ادفع؟ طب اروح اقول لبابا تاني ولا ايه؟ ما هيقول لي روح خد من مامتك، وانا مامتي غلبانه، مش هتعرف تدفع فلوس. اللي معايا يكفيها. الراجل ده بخيل قوي، شايل معاه كومة فلوس قد كده. ده ايه ده؟ صباح الخير يا يوسف، مالك في ايه؟ ولا حاجه يا ميس، زعلان. طب قولي ايه اللي مضايقك، قولي يا حبيبي في ايه؟ بص يا ميس، بابا مش عايز يدفع ال 8000 جنيه بتوع المصيف، وانا متضايق. كل اصحابي هيروحوا بكره المصيف ما عدا انا، هقعد في البيت. فانا زعلان، كنت عايز اروح المصيف. ياه، هو ده اللي مزعلك؟ طب وابوك ليه مش راضي يدفع الفلوس؟ ما انت عارفه يا ميس، بابا بخيل وبيدفع حاجه. لا ازاي؟ اديلي نمرة تليفونه ارن عليه، انا هجيب لك حقك. خلاص يا ميس بلاش، بابايا عصبي وطماع.
مش راضي يدفع فلوس، ده حتى مش راضي يجيب لنا اكل، وماما هي اللي بتدفع. ويرضيك يا مس لما يطلب منها حاجة من ماما، ما تقول له لا انا تعبانة مش قادرة اعمل حاجة، يروح ضاربها يا ميس يروح ضارب امي، يضربها يا ميس. انا مش عارف اعمل ايه. يا ساتر يا رب، الله يكون في عون مامتك. لا بص، انا هاجي معاك دلوقتي، وريني فين مكان ابوك وانا هروح معاك دلوقتي، ما تخافش. حاضر يا ميس، حاضر. هو ده بيته يا ميس، ده بيتنا. ياه، هو ده بيتكو؟ ماشي، خبط على الباب. حاضر يا ميس. ايه ده؟ مين اللي بيخبط؟ لازم انزل اشوف مين اللي بيخبط. مين؟ يوسف. ازيك يا يوسف؟ الله، مساء الخير. مساء النور. انا بس عايز اخش، ممكن؟ ايوه طبعا، اتفضلي يا ميس، تعالي. قوليلي يا ميس، في ايه؟ بص يا مدام، انت عارفه ان يوسف قالك ان في رحله مصيف بكره؟ قال لي ان في رحله مصيف بكره، بس ابوه مش راضي يديله فلوس. هي بكام؟ حضرتك ب8000 جنيه. بصي يا مدام، لو مش معاكي انا ممكن ادفع له، لان انا طالع معاهم بكره. لا لا لا، ربنا يخليكي، هو هيقعد هنا في البيت وخلاص، احنا معناش فلوس، احنا ندفع منين؟ طب ازاي انتوا عندكم فيلا هنا؟ يعني المفروض هو معاه فلوس، مش هو غني؟ اما انتوا جبتوا الفيلا دي ازاي؟ هو قال لنا ليكم حاجة واحدة تختاروها، احنا قلنا نختار فيلا. تشربي ايه يا مس؟ لا شكرا يا يوسف يا حبيبي، تعال اقعد. نخش اركن بقى. بتاع الجراج. وفي ايه؟ الحمد لله على السلامة يا بابا. اوعى من قدام، انا داخل انام. استنى يا استاذ عبد الرحمن، انا عايزاك. انت عرفت اسمي منين؟ بص حضرتك، انا مش دافع فلوس خالص، تمام؟ يعني الواد يبقى قاعد في البيت، انا عارف ان هو في تانية ثانوي، خليه قاعد كده في البيت، انا مش هطلعه حاجة، اوديه مصيف ايه. انتم اللي بتدفعوا له فلوس، ادفعوا له انتوا، انا مش هدفع. حرام عليك، انت طماع كده ليه يا اخي؟ مش عايز تدفع لنا فلوس، مش عايز تجيب لنا اكل، ده انت ايه الطمع اللي فيك ده؟ يلا، مش هدفع فلوس، ده إيه اللي حشرك اصلا؟ امشي بدل ما اضربك، لو ما مسيتش انا هضربك بالسلاح. انت مجنون؟ عايز تضرب ابنك؟ وانت مالك انت؟ خليك في حالك، انا اعمل اللي انا عايزه، ده بيتي. الله، فيها حاج، مالك؟
مفيش حاجة يا اخويا، انا طردتهم من البيت. طردت مين من البيت؟ يا نهار اسود يا عبد الرحمن، في حد يطرد ولاده ومراته والمدرسة؟ ده كلام معقول يا راجل؟ ليه تعمل كده؟ انت قلبك قاسي، انت قلبك حجر. انا مش هقعد معاك في البيت ده. سلام. نركب عربيتي اتحرك بيها. انا انزل المترو. خش المترو. اديني كده وصلت المحطة. اسمها ايه؟ محطة بحيرة ميديسون. انا عايزكم تتبسطوا يا اولاد. حاضر يا ميس، انا مبسوط. مبسوط يا احمد؟ ايه اللي مبسوط يا يوسف؟ ده انا مبسوط قوي. انا مبسوط ان انت طلعت معايا. مبسوط يا يزيد؟ طبعا انا مبسوط قوي. انت عارف يا يوسف، انت واحمد دي احسن رحله اتعملت في الثانوي. بص العيال مبسوطين ازاي. العيال دي مبسوطه بقى كده. ماشي.